لو معاك موبايل سامسونج وبتعاني انك تاخد سكرين شوت، لازم تقعد تدور على زرار الباور والزرار اللي بيوطي عشان تاخد سكرين شوت، فانا النهارده جايب لك طريقه سهله وبسيطه هتاخد سكرين شوت بضغطه واحده بس. اعمل لايك للفيديو واعمل فولو عشان يوصلك كل جديد، وتابع الشرح للاخر عشان جايب لك 3 طرق مش طريقه واحده، وانا شخصيا بستخدم اخر طريقه. هنفتح الاعدادات وهننزل تحت لحد ما نوصل عند الميزات المتقدمة، هندخل فيها. هنلاقي في عندنا حاجة اسمها الزر الجانبي، هندخل عليه. هنلاقي عندك الضغط مرتين، هنضغط عليها. هتلاقي في عندك حاجة اسمها سامسونج التقاط، هتضغط على علامة الترس اللي جنبها دي وتضغط على لقطات شاشة، وبعدين تفعلها من فوق من هنا. بعدين هتعلم عليها كده. انت لو ضغطت مرتين على زرار الباور هياخد معاك سكرين شوت. يلا بينا ندخل على الطريقة التانية. الطريقة التانية بتكون من برنامج جود لوك. هنفتح جود لوك وبعدين هننزل على ريجستار. من جود لوك في عندنا طريقتين. اول طريقة انك تضغط ضغطتين على ظهر الموبايل اللي هي باك تاب اكشن، هتضغط عليها تعمل لها تشغيل. دبل تاب هتخليه تيك اند شير سكرين شوت، او ممكن تخليه تريبل تاب اللي هي يضغط 3 مرات على الظهر ياخد معاك سكرين شوت، بس انا افضل الدبل تاب احسن. او الطريقة التانية ودي اللي انا شخصيا بستخدمها اللي هي ضغطة مطولة على زرار الباور. هتدخل على اخر اختيار وتخليه قيد التشغيل وتعلم على تيك اند شير سكرين شوت. كده لو ضغطت ضغطة مطولة على زرار الباور هياخد معاك سكرين شوت. ودي كده اسهل 3 طرق تقدر تاخد بيهم سكرين شوت. لو عجبك الشرح اعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.